مش قادر. طب وبعدين لحد امتى؟ طب انا لو بدأت يا ترى هنجح ولا هفشل؟ انا عايز ابدأ بس خايف قوي، انا دماغي هتطق. اهلا بك يا معلم في اوضتي، شرفتني. انا جاي النهارده اقول لك ايه سبب فقدان الشغف، ومش ههبد عليك عشان انت صاحبي، وهكلمك بالراحه وبهدوء وهبسط لك الموضوع عشان انت بتحب اللي يفهمك بالراحه. ببساطه كده هوت، فقدان الشغف بيجيلك بسبب انك بتعمل نفس الحاجه كل يوم من غير تجديد، فانت هيجيلك ملل، ولما تذاكر او تشتغل من غير ما يكون عندك هدف واضح هتحس ان مفيش لازمه، ولما تبص لغيرك وتفضل تقارن نفسك بيه فانت كده هتحبط، فانت كده هتتعب جسمك وعقلك من غير راحة، فهتفقد حماسك. يعني السبب الاساسي انك تبقى مضغوط او تايه من غير هدف، وساعتها طبيعي الشغف بيروح. وساعات ايه وانت قاعد كده هوت فاقد الشغف يجيلك فكرة، والفكرة دي تعجبك جدا وقلت خلاص هعملها، بس فجأة كده تتكلم مع نفسك وتقول لا الفكرة ديت مش هتنجح، مش هتعجب الناس. وانا هقولك السبب انك بتفكر بعمق وبتحاول تحمي حلمك من انه ينكسر، بس اوقات العقل بيبالغ في الحماية وبيحول كل فكرة جديدة الى تهديد محتمل بدل ما يشوف فيها فرصة. خليني اقولك حاجة يمكن تريحك، مش كل فكرة لازم تكون قوية من اول لحظة، لكن كل فكرة تستحق تاخد فرصة تتنفس. طب خليني اقولك حاجة تانية، اوقات فقدان الشغف مش بيكون بسببنا احنا، بيكون بسبب البيئة اللي حوالينا. يعني مثلا كل اللي حواليك بيحبطوك وبيقللوا من اللي انت بتعمله، ساعتها انت هتصدق انك مش مهم وان ايه اللي بتعمله ملوش قيمة، وده غلط، ده اكبر غلط. بان الشغف مش محتاج تسقيف، هو محتاج مساحة امنة تحس فيها انك تغلط وتجرب وتعيد من اول وجديد. يا ابني اللي انت بتعمله ده مش هينجح. كنت مؤمن بيها بس خلاص. بس عارف اللي بيكمل رغم كل ده هو فعلا بيحب اللي بيعمله، مش عشان هو دايما متحمس، بس عشان هو فاهم الشغف مش دايما بيكون نار، اوقات بيكون شمعة صغيرة محتاجة بس شوية هوا عشان تنور تاني. بنعمل ايه يا عم لو احنا حسنا ان احنا فقدنا الشغف؟ هقولك على كام حاجة بسيطة ممكن تساعدك. اول حاجة، غير الروتين حتى لو تغيير بسيط، زي انك تشتغل في مكان مختلف او تصحى الصبح تعمل الحاجة اللي انت بتحبها. تاني حاجة، اكتب لنفسك رسالة اكتب فيها ليه بدأت وايه الحاجة اللي كانت بتحمسك زمان. اوقات بننسى بس الكتابة بتفكرنا. تالت حاجة، ابعد شوية، مش لازم تضغط على نفسك، اوقات الراحة بتخلي الشغف يرجع لوحده. رابع حاجة، اشتغل من غير توقعات، يعني اعمل الحاجة اللي انت بتحبها، مش تعملها عشان تنجح وتبهر الناس. عارف يا صاحبي، اوقات كتير بنفكر ان احنا فقدنا الشغف، بس الحقيقة احنا محتاجين بس نرجع نسمع نفسنا، صوتنا احنا، الصوت اللي قال في يوم من الايام انا عايز اعمل حاجة ليا مش لحد تاني. الشغف مش دايما بيجي يجري علينا، اوقات احنا اللي لازم نمشيله خطوة خطوة حتى لو بنزحف. يعني لو حاسس انك تايه مش لازم تلاقي الطريق كله، كفاية انك تلاقي اول خطوة وتاخدها. ولو وصلت لاخر الفيديو ولسه بتسمعني، انا عايز اقولك حاجة من القلب، انت مش لوحدك، وكل مرة لو حسيت انك وقعت صدقني دي مش النهاية، دي بس وقفة عشان ترجع اقوى. الشغف مش بيضيع، هو بس بيستخبى شوية عشان مستنيك تنده عليه. سلام.